النهاردة هنتكلم أكتر عن الوسواس القهري. فهمنا قبل كده إن الوسواس القهري بيطرح لك أفكار ممكن تكون مخيفة جدا، زي إن حد من عيلتك ممكن يجراله حاجة وحشة، وبيقولك إنك لازم تعمل طقوس معينة عشان تحافظ على سلامة اللي حواليك. اللي بيحصل إنك مش بتعترض أو مش بتتحدى الأفكار دي، وده وضع كتير من الأطفال اللي عندهم وسواس قهري. بيميلوا إنهم ما يطلبوش من الوسواس القهري إنه يثبت إن كلامه صح قبل ما ينفذوه، وده منطقي عشان الحاجات اللي بيقولك عليها إنها هتحصل حاجات سيئة جدا، فمنطقي إنك ما تحاولش تختبر قد إيه كلامه مظبوط. خلينا دلوقتي نتخيل مثلا إني بحاول أبيعلك القلم الجاف المميز جدا ده، وبقولك إن القلم ده يمكن يبقى شكله عادي جدا، بس هو قلم سحري ضد الجاذبية. يعني لو سبته مش هيقع على الأرض، هيطير وهيلف حوالينا، ولو شاورتله هيجيلك. القلم ده ب5000 جنيه، بس أنا هديهولك ب2000 بس عشان انت حبيبي. قبل ما تشتري مني القلم السحري ده هتطلب مني ايه الأول؟ غالبا هتقولي طب ما نجربه، سيبه كده. طيب لو ساعتها قلتلك ان القلم مش هيتحدى الجاذبية إلا وهو لوحده مع صاحبه الجديد، ولازم يعدي أسبوع على الأقل عشان ياخد عليك ويتعود عليك. القلم سحري وخارق، بس هو بيتكسف شوية، فلو سبته دلوقتي ولقيته انه واقع على الأرض، ده مش معناه ان كلامي عن قدراته مش صحيح، عشان زي ما قلتلك هو محتاج أسبوع بس يتعود عليك. هتقولي ايه بقى ساعتها؟ غالبا هتقولي انت بتقول اي كلام. طيب وايه علاقة كل ده باللي بيقوله لك الوسواس القهري انك لو ما عملتش الطقوس في حاجات وحشة هتحصل لعيلتك؟ في المثال انت رفضت انك تصدق حاجة مش منطقية، وكمان ما شفتش اي دليل يثبت صحتها، وده على عكس اللي بيقوله لك الوسواس القهري. اكيد مفهوم انت ليه بتصدق كلام الوسواس القهري من غير ما تحاول تتأكد منه، عشان زي ما قلنا الحاجات اللي بيقولها لك مخيفة جدا، بس مش معنى انها حاجات مخيفة اننا ما نحاولش نتأكد قد ايه هي منطقية. دلوقتي احنا عاوزين نستفيد من الجزء المنطقي اللي جواك ده، اللي فورا اخد باله ان موضوع القلم الخارق ولا السحر ده اي كلام، في انك تخلي الجزء ده من عقلك هو اللي يناقش الوسواس القهري لما يقولك ان في حاجات هتحصل لعيلتك. يناقشوا في قد ايه احتمال الحاجات دي ممكن انها تحصل فعلا، وقد ايه الطقوس اللي بيطلب منك انك تعملها ليها علاقة منطقية فعلا بالحاجات دي. يعني ازاي ممكن نمنع ان اذى يحصل بالخبط بالايد 4 مرات؟ الطريقة دي بتمنع ازاي الحاجات الوحشة انها تحصل؟ لو انت بتحاول تبيع لي الفكرة دي، فانا هرفضها زي ما انت رفضت تشتري القلم السحري بتاعي.